فيلمنا بيبدأ مع أليكس هيتش وهو بيكلمنا عن العلاقات بين الراجل والست، وإن الراجل بيحتاج بس للفرصة الصح عشان يقدر يوصل لفتاة أحلامه ويخليها تحبه. وبيشتغل أليكس استشاري علاقات عاطفية، بمعنى إنه بيساعد الرجالة إنهم يتعرفوا على فتاة أحلامهم ويوقعوها في حبهم ويديهم النصائح الكافية عشان يقدروا يعملوا علاقات وارتباطات طويلة تكمل بالجواز. لكن بيعمل كل ده في سرية تامة. وبيقول أليكس إن الراجل ما بيحتاجش غير 3 مقابلات بس، وغالبا بيحصل الحب بعد المقابلة الثالثة. وبتظهر سارة، بنت بتشتغل صحفية في جريدة بتكتب عن المشاهير والفنانين، واللي بتقطع اجازتها وبترجع شغلها عشان تكتب مقال عن واحد خطيب مليونيره مشهوره اسمها أليجرا شافته وهو بيخونها في نفس الشاطئ اللي كانت عليه في اجازتها. وبتتكلم مع زميلها وبتقول له ان الشغل كل حياتها، وانها ما عندهاش وقت انها تصاحب او تحب. وبيشوفها مديرها وبيستغرب انها قطعت اجازتها، لكنه بيبقى مبسوط انها مهتمه بشغلها. وبالليل بتروح ساره مع صاحبتها كيسي اللي بتحكي لها عن واحد اسمه فانس قابلته في محل بيبيع ملابس داخليه، وتعرفوا على بعض هناك. وقال لها انه بيشتري الهدوم دي لامه، لكن بتقول لها انها حاسه انه بيكذب عليها وفي واحده تانية في حياته وانهم مش شبه بعض. وبتسال كيسي ساره وبتقول لها سمعتي عن الراجل اللي بيقولوا عليه دكتور الحب؟ وبتقول لها انها بتفكر تروح له عشان يساعدها، لكن ما تعرفش اذا كان بيساعد الستات كمان ولا الرجاله بس. وبيكون أليكس هيتش موجود في نفس المكان مع واحد صاحبه اللي بيعجبه بنت، لكن بيتكسف انه يكلمها ويتعرف عليها. فبيتحدى أليكس وبيثبت له انه يقدر يتعرف عليها ويخليها تيجي تسهر معاهم. وبيحكي لنا أليكس عن ذكرياته ايام الجامعه، وانه كان شخص خجول جدا وما بيقدرش يتعرف على بنت بسهوله، لحد ما في يوم شاف كريسيدا وحبها جدا، بالرغم انه كان حاسس انها ما بتحبوش. واتاكد من ده لما شافها في يوم بتخونه في العربيه مع واحد تاني. وبالرغم انها كانت صدمه قويه ليه، لكن اتعلم درس واكتسب خبره من التجربه دي. ويمكن ده يكون الدافع ليه انه يشتغل استشاري للعلاقات العاطفيه، ويبقى هدفه انه يساعد الرجاله اللي ما عندهمش الخبره الكافيه ولا الجرأه اللي تخليهم يتعرفوا على البنت اللي بيحبوها. وبيروح أليكس تاني يوم يقابل واحد اسمه ألبرت اللي بيشتغل محاسب في شركه استشارات ماليه كبيره. وبيحكي ألبرت لأليكس انه بيحب واحده اسمها أليجرا وهي عميله عندهم في الشركه، وانه دايما بيراقبها من بعيد لكن هي اصلا مش شايفاه وما تعرفش انه موجود في الحياه. وبيتمنى انها تحبه في يوم من الايام، وبيطلب منه انه يساعده انه يرتبط بيها. وفي الاول بيسخر منه أليكس وبيتريق عليه ان أليجرا بنت جميله وغنيه جدا ومستحيل تفكر فيه او تبص له حتى. وبيقول انه اخر واحد كانت مرتبطه بيه كان ملياردير من السويد، وان هو مجرد محاسب في الشركه اللي بتدير فلوسها. ولكنه في اخر لحظه بيغير رايه وبيقرر انه يساعده، لانه بيحس ان ألبرت عنده مشاعر حقيقيه ناحيتها. وبيبدا أليكس يحط له الخطه اللي هتقربه من أليجرا، وبيقول انه عشان يلفت نظرها محتاج يعمل حاجه مختلفه ويحسسها ان ليه راي دايما مختلف عشان تعجب بيه وبشخصيته. وبيروح معاه شركته، وفي اليوم ده بيكون عندهم اجتماع مع أليجرا. وبيدخل ألبرت الاجتماع وبتقول لهم أليجرا انها محتاجه مبلغ $500,000 عشان تستثمره مع واحده صاحبتها اسمها ماجي في شركه ازياء، وانها عندها شغف انها تبدا المشروع ده. فبيقول لها المدير المالي انهم هيفكروا ويرتبوا ويرد عليها. وبيفتكر ألبرت نصايح أليكس وبيقرر انه يلفت انتباهها وينحاز ليها ويتعصب على مديره. وبيقول له انه مش موافق على قراره وبيستقيل وبيسيب الاجتماع ويخرج. وبيكون مديره وكل الموجودين مصدومين من رد فعله. وبيرجع ألبرت مكتبه وهو متوتر جدا وبيبقى حاسس انه بوظ كل حاجه بتصرفه ده. وبيكون أليكس قاعد مستنيه وبيساله عن اللي حصل وبيحاول يهديه. بس المفاجاه ان أليجرا بتيجي وراه وبتطلب منه انها تقابله في يوم ويقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتديله رقم تليفونها. وبيكون مش مصدق لدرجه انه بيغمى عليه من الفرحه. وبكده بيكون ألبرت نجح في اول خطوه في الخطه اللي أليكس حطها له. وبالليل بيروح أليكس البار عشان يسهر، وبتكون موجوده هناك ساره اللي بيشوفها من بعيد وبيعجب بيها. وبيسال عنها واحد من اللي شغالين في المكان وبيقولوا انها صحفيه. وبيروح عشان يتعرف عليها وبيتكلموا، لكنها بتصد وبتحسسه انها مش مهتمه بيه. وتاني يوم بيروح أليكس يقابل عميل جديد اسمه فانس، بيقول له انه شاف بنت في محل ملابس وتعرفوا على بعض وخد رقمها، لكن هي ما اهتمتش تكلمه ولا ترد عليه. وبيقول له انه عايزه يساعده يوصل لها لانها عجباه وعايز يعمل معاها علاقه. فبيتعصب أليكس من كلامه وبيقول له انه بيساعد بس الناس اللي بتدخل علاقه وهي بتحب الطرف التاني وعايزه تكمل معاه، وانه مش بيساعد الناس اللي زيه. وبيسيبه وبيمشي. وبيبعت أليكس لساره في شغلها هديه، ولما بيفتحها بتلاقي جواها جزله سلك وبيكلمها عليه. وبيطلب منها انهم يخرجوا مع بعض وبتوافق وهي فرحانه. وبيخرجوا وبيقضوا مع بعض وقت لطيف، وبيقدر أليكس انه ينال اعجابها. وبيكمل أليكس مساعدته لألبرت وبيخليه يكلم أليجرا في التليفون عشان يرتب معاها الميعاد اللي هيتقابلوا فيه. وبيبقى ألبرت متوتر جدا كعادته وبيوقع كل الحاجات اللي حواليه لحد ما بيقع هو شخصيا. وبيقول له أليكس انه ياخد باله من كل التفاصيل في طريقه معاملته ليها لما يقابلها، لدرجه انه بيعلمه ازاي يرقص معاها وبينصحه انه يقرب من صاحبتها ماجي ويعملها كويس قوي. وبيروح ألبرت فعلا وبينفذ كل اللي قال له عليه. ولما بيجي يرقص ما بيعرفش يتصنع وبيتصرف بطبيعته. وهناك بتكون في كاميرات كتير بتصورهم. وتاني يوم بتكون كل الجرايد منزله الصور بتاعت أليجرا ومعاها ألبرت اللي بيبقوا فاكرين انه الحارس الخاص بتاعها. وبتشوف ساره الخبر وبيقابلها مديرها وبيبقى متعصب ومتضايق منها لانها ما كتبتش عنهم وما عرفتش تاخد السبق الصحفي ده. وبيطلب منها انها تدور وتعرف مين هو ألبرت اللي مع أليجرا في المجله. وبيقابل أليكس ألبرت وبيتريق على ساره وهو بيرقص مع أليجرا وبيقول له ان هو قدامه فرصه واحده بس لازم يستغلها.
يستغلها عشان يوصل لقلب أليجرا ويخليها تحبه، وانه ما ينفعش يضيعها، وبيحاول يعلمه الحاجات اللي هيعملها في المقابله اللي جايه معاها. وبتبدا ساره تدور ورا البرت لحد ما بتعرف ان التذاكر اللي دخل بيها البرت واليجرا لعرض الازياء كانت باسم اليكس، فبتقرر انها تتصل بيه وتطلب منه انهم يتقابلوا عشان تحاول تعرف منه مين هو البرت. ولما بيوصلوا للمكان بيكون هناك مديرها ومراته، واللي بيتعمد يسال ساره قدامه عن عرض الازياء اللي راحته عشان يوقعوا اليكس في الكلام. وبتقول له ساره انها شافت هناك صحابه البرت واليجرا، لكن هو بيقول لهم انه ما يعرفهاش، ولسه بتساله عن البرت واللي بيقول لها انه يعرفه لكن ما شافوش من زمان. وبتظهر على وشه حساسيه من الاكل اللي كان بياكله، وبيروح بسرعه عشان يشتروا دواء. وهناك بيشوف اليكس وشه في المرايه وبيتخض وبيصرخ لانه ما بيعرفش نفسه، فبتاخده ساره عشان تروحوا البيت، وبتحاول تاني انها تاخد منه معلومات، لكنه ما بيقولهاش حاجه غير ان البرت واليجرا هيتقابلوا ويحضروا ماتش لفريق نيويورك. وبعدها بتقابل ساره صاحبتها كيسي اللي بتقول لها انها زعلانه من نفسها لانها ما سمعتش نصيحتها وراحت قابلت فانس، وانه ضحك عليها باسم الحب وبعدها سابها ومشي، وانه جاب لها سيره دكتور الحب لكن ما قالهاش هو مين. فبتقرر ساره انها تروح لفانس اللي ضحك على صاحبتها، وبتبتزه وتهدده بانها شغاله صحفيه، وانه لو ما قالهاش مين دكتور الحب هتفضحه. فبيديها الكارت اللي كان واخده من اليكس لما قابله، وبيتصل اليكس بساره وبيعزمها على العشاء، وبيتفقوا انهم هيتقابلوا. وفي نفس الوقت بيكون البرت بيجهز عشان يروح يقابل اليجرا، وبيروحوا يتفرجوا على ماتش، وبتكون برضه الكاميرات بتراقبهم وبتصورهم، بس المره دي من غير ما ياخدوا بالهم، وبتكون ساره من ضمن الصحفيين اللي هناك. وبتقرر ساره انها تتفق مع زميلها في الجريده يتصل بدكتور الحب عشان يعرفوا هو مين، وبيكلمه وبيسجله من غير ما يعرف، وبيتفق معاه على ميعاد. ولما بيروح يقابله بتكون ساره واقفه هناك مع المصور عشان تعرف هو مين، واول ما بتشوفه بتكون صدمه كبيره بالنسبه لها، لانها بتكتشف ان دكتور الحب اللي هي بتدور عليه عشان تكتب عنه في الجريده هو نفسه اليكس اللي بدات تعجب بيه وتحبه. فبتسيب المكان وبتمشي، وبيكون المصور مستغرب ومش فاهم هي ليه مشيت. وبياخد اليكس باله ان في كاميرا بتصوره، فبيفهم ان ده مش عميل حقيقي وانه تبع الصحافه، وما بيكملش معاه كلامه وبيمشي. وبتروح ساره للمدير بتاعها وبيسمع التسجيلات ويشوف الصور، وبيحس ان الموضوع شخصي بالنسبه لساره لانها حبت اليكس، فبيطلب منها تفكر كويس في اللي هتعمله قبل ما تنشر اي اخبار. وبعدها بتقرر ساره تروح لاليكس بيته وتواجهه وهي غضبانه جدا، وبتحصل بينهم خناقه كبيره وبيضربوا بعض بالخضار، وبتقول انها عارفه انه كان بيكذب عليها وانها عرفت طبيعه شغله الحقيقيه. وتاني يوم بتنشر خبر عنه في الجريده بتاعتها، وبتحكي عن قصته وقصه البرت صاحبه، وبتقول ان اليكس او دكتور المواعيد العاطفيه ده كل وظيفته انه بيساعد البرت عشان يوصل لاليجرا يضحك عليها ويعمل معاها علاقه. وبتفضحهم لدرجه ان الستات في الشارع لما بيشوفوا اليكس بقوا يسالوه عن الراجل اللي مرتبطين بيه راح له عشان يساعده ولا لا. واول ما اليكس بيشوف الخبر بيروح لساره بسرعه بيتها عشان يشرح لها انها فاهمه غلط، لكن ما بيلاقيهاش هناك. وطبعا كل اللي ما بين البرت واليجرا بيبوظ لانها بتكتشف انه ما كانش بيحبها ولا حاجه، وبتسيبه. وبالليل بيروح اليكس لساره وبيشرح لها انها فاهمه غلط، وان هو كان بيساعد البرت عشان بيحب اليجرا بجد، وبيقول لها ان كل اللي هي كتبته عنهم في الجريده ده مش حقيقي، وبيلومها انها كشفت شغله اللي كان اساسه انه يحصل في سريه تامه، وانها كده فضحته. فبتقول له ساره ان هي كمان صحفيه ومهمتها انها تكتب الحقيقه وتحمي الستات من الرجاله اللي بيضحكوا عليهم. فبيتعصب اليكس وبيحاول يشرح لها ان مفيش مشكله ان الراجل يكون عنده خطه يرتب لها قبل ما يروح يتعرف بالبنت اللي بيحبها، لانها ممكن تكون ما بتبادلوش نفس المشاعر. وبيكون صوتهم عالي جدا وبيسمعهم كل الموجودين في المكان، وبتسمعوا صاحبتها كيسي وبتكتشف ان ده هو دكتور الحب، فبتتعصب عليه وبتقول ان هو اللي ساعد فانس عشان يوصل لها. لكن اليكس بيتصدم من كلامها وبيتفاجئ ان فانس هو كان مصدر معلوماتها، وبيفهم انها كده اخذت عنه صوره وحشه، وهي انه بيساعد الرجاله بس عشان يعملوا علاقات مع اي ست تعجبهم، وبعدها ما يكملوش مع الست دي. وبيقول لها انه رفض يتعامل مع فانس لما جاله لانه عميل وقح وهو ما بيساعدش النوعيه دي من الرجاله. لكن ساره بتكون لسه مصره على موقفها وما بتصدقوش. وبعدها بتهدى وبتفكر انها تروح عشان تعتذر له، وبتقول له انه ما كانش تقصد انها تاذيه هو او البرت، وانها بس كانت متضايقه عشان اللي حصل مع كيسي صاحبتها، ولكنه ما بيقبلش اعتذارها وبيسيبها وبيمشي. وبيروح البرت لاليكس وبيقول له انه عايزه يساعده يصلح علاقته باليجرا لانه لسه بيحبها ومش عارف ينساها. فبيقول له اليكس انه لازم ينساها ويتقبل حياته زي ما هي، وان ما فيش في ايده حاجه يعملها. فبينفجر فيه البرت وبيقول له انه كذاب وجبان، وانه مش مؤمن بالحب وكان واخده شغلانه وبس. وكالعاده بيتعصب عليه البرت وبيقرر انه يساعده. وبيروح اليكس بسرعه عشان يلحق اليجرا قبل ما تسافر، وبيقول لها انه ما عملش اي حاجه لالبرت غير انه كان بيشجعه يقرب منها، وما عملش كده كمان غير لما حس انه بيحبها، وان كل الحاجات والتصرفات اللي عجبتها منه كانت نابعه عن طبيعته هو، وانه كان بيتصرف معاها بتلقائيه. فبتفرح اليجرا من اللي سمعته لانها اتاكدت انه كان بيحبها بجد، وان اللي اتكتب عنهم في المجله مش حقيقي. وبتحضن اليكس، لكن بيوصل البرت وبيشوفهم وبيفتكر ان اليكس كان بيضحك عليه وعايز ياخدها منه، وبيفضل يضربه وبيبقى هيموته في ايده، لحد ما اليجرا بتنقذ الموقف وبتقوله ان اليكس جه عشان يصالحهم ويرجعهم لبعض. وبيقرر اليكس انه يروح لساره عشان يصالحها ويعترف لها بمشاعره ناحيتها، لكن بيلاقي عندها راجل وبيفتكر انها ارتبطت بحد غيره. وبالرغم من كده بيكمل وبيروح وراه ويطاردها وهي سايقه العربيه، لحد ما بيعرف ان الراجل ده يبقى جوز اختها
اختها، وبتقبل ساره انهم يرجعوا لبعض وبتصالحوا، وبعد فتره بنشوفهم مع بعض بيرقصوا في فرح البرت واليجرا.